فات شعبان وهو جه رمضان. ارقصوا يا بنات قولولي كمان وحاوي يا وحاوي يا حلاوة وحاوي. بابا جاب لي فانوس احمر واخضر من سنة للسنة عمال يكبر. بابا جاب لي فانوس احمر واخضر من سنة للسنة عمال يكبر. وانا جاية بغني وبعد ما اختار على قولة وحاوي وكمان وحاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله الفيديو النهاردة حلو جدا، هيعجبكم باذن الله. قبل اي شيء عايزك تثبتي وجودك بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان حطي لي لايك لو تكرمتي، وكمان تشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. صلوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومتنسيش تحطي لي اللايك، اوعي تنسي اوعي تنسي اوعي تنسي. تعالوا بينا بقى نشوف احلى حاجة هنعملها ان شاء الله باذن الله مع بعض، وب50 قرش بس او بجنيه بس على حسب ما بتجيبيه، وهو العيش الناشف. تمام، عيش ناشف يا بنات. انا طبعا مش هشتريه من بره، طبعا احنا بنجيبه على البطاقه، او لو انتي عندك عيش بتجيبيه اللي هو العيش البلدي خالص، او فينو، او اللي هو بتعملي بيه سندوتشات. اي نوع عيش عندك، فينو، بواقي، مخبوزات، اي حاجه. تمام. العيش اللي هو البلدي دوت. المهم يا بنات، انا خدت كام رغيف كده. كان العيش ده متحمص في الفرن، وطبعا كان عيش طري عادي، بس احنا حمصناه في الفرن لانه كان بكميه كتيره. هو مش كتير قوي يعني، هو اللي هو ايه، احنا طبعا عشان الواحد بيعمل رز ومكرونه وحاجات كده، فمش بيحتاج للعيش طول الوقت. اغلبيته مثلا في الفطار في الغدا بتعملي حاجات مختلفه. المهم هنا يا بنات، انا كسرته زي ما انتوا شفتوا كده بالايد بتاعه الهون. وهعمل بيه ايه؟ هقول لكم على فكره حلوه قوي. دي طبعا هتنفعنا جدا في رمضان ان شاء الله باذن الله، وفي الايام العاديه برضو ممكن تستخدميه، بما ان بقى الحاجه غاليه جدا وبتتحل بقى تتحدي بيه غلا الاسعار ان شاء الله. ان انت تنفذي الفكره دي معايا، بصي هتكسبي كتير كتير كتير، ويعتبر فكره يعني ببلاش، يعني حاجه مش هتكلفك حاجه خالص. بصي يا بنات، انا جبت ايد الهون، وطبعا كسرت العيش على قد ما قدرت، ودوت كمان اللهم صل على النبي، اللي هو الكريسبي اللي بنجيبه من عند العطار. الكيس ده كان عامل 7 جنيه، تقريبا ربع كيلو يا بنات. ولاني مش فاكره الوزن بتاعته، بس تقريبا كان ربع كيلو. انتوا عارفين بقى ان هو خفيف في الوزن فبيوزن كتير ما شاء الله. الكيس ده كان مليان. فانا هطحنه ونعمه في المطحنه بتاعه الكمون والكزبره اللي هي بتاعه الخلاط. وكمان هجيب العيش اللي انا دقدقته كده. بصوا، حاولت على قد ما اقدر ان انا اكسره خالص زي حبات الايه الفلفل الاسمر كده، بحيث ان انا هطحنه حبه بحبه كده برضو على المطحنه بتاعه الفلفل الاسمر اللي هي بتاعه الخلاط. وزي ما انتم شايفين كده اهو، ده باخد من هنا وبحط ايه في الخلاط اللي هو اللي في المصفى الخضراء، بحط في الكبه بتاعه المطحنه، وبعد كده افضي في الطبق اللي انتوا شايفينه. طبعا انا عملت كميه من العيش البلدي ده، طحنته بعد ما دقيته. طبعا ما ينفعش احطه سليم او متكسر تكسيرات كبيره، لان ممكن لا قدر الله يبوظ الخلاط معاكي. فحبه بحبه كده، ومش بملى الكبه على الاخر يا بنات، علشان الكبه ما تضعفش منك. كلها هتعملي كميه كبيره، يبقى قسميها على فترات، بحيث ان انتي ايه ما تلاقيش نفسك ارهقتي الجهاز معاكي بتاع الخلاط. تمام. هنا بقى خلاص انا كده بطحنه. وعايزه اقول لكم بقى يا بنات، تحفه. هعمل منه كذا وصفه في اخر الفيديو هتشوفوها معايا. عملت منه الكبده بانيه بدل الرده، وبدل ان انت تجيبي اللي هو البقسماط، اللي هو المطحون يعني بتاع البانيه. وعملت منه كمان اللي هي الفراخ الناجتس، جميله جدا يا بنات، مش باين ان هو عيش خالص، كانك جايبه فيجيتار من بره بالظبط. طبعا مع مراعاه اضافات حاجات تانية ان شاء الله هتشوفوها معايا لاخر الفيديو، خليكي معايا. طبعا وانا بطحنه كده زي ما انتم شايفين بقى، صلوا بينا على النبي، حطي لي لايك لو كنت وصلت معايا لحد الحته دي. الفكره جميله جدا وجربتها كذا مره. انا عايزه اقول لكم ان انا مش بحب اوريكم الحاجه
اللي هو يعني تنفذوها، غير لما اكون انا جربتها كذا مره عشان انزلها لك على القناه، عشان يعني يوم ما اتكلم عنها تكوني مستفاده منها استفاده كليه، وما تجربيش طبعا في الحاجه عشان ما تبصش معاكي. فبجرب في نفسي الاول، وانا عجبني الطعم وعجب الولاد وجوزي الطعم، فتمام باكد عليها. بصوا هنا كده انا طبعا هقلب الاتنين مع بعض، علشان انت ممكن تستخدمي برضو العيش لوحده، تفرمي عيش بس، مش لازم. لو انت مش في امكانك ان انت تجيبي الكريسبي الاصفر ده عادي مفيش مشكله، وتطحني العيش بس. طبعا انا جبت كيسين من التوابل اللي هي بتاعه المشويات او الفراخ، وهضيفها عليه. طبعا بتديله طعم حلو قوي. عندك بهارات سايبه بتاعه فراخ او بتاعه لحمه حطيها عليه. طبعا بالاضافه للفلفل الاسمر كمون كزبره، عندك لو عندك من البهارات توم باودر، بصل باودر، حبهان مطحون، اللهم صل على النبي، بابريكا، كاري او كركم. حطي مجموعة التوابل دي كده، حطي ميكس ميكس من كل حاجة، وقلبيها مع بعض مع مكعبين مرقة، هيديكي طعم تحفة 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 للفيجيتار. وعايزة اقولك يعتبر انت عملتي فيجيتار من لا شيء، يعني من حاجة انت يعني ايه ما اشتريتيهاش وما دفعتيش فيها فلوس، اللي يا دوبك يعتبر التوابل. والتوابل اكيد هتلاقيها موجودة في كل بيت، التوابل هتلاقوها موجودة في كل بيت. جربي الطريقة دي هتعجبك ان شاء الله، خليكي معايا للاخر هتشوفي بيها الوصفات عاملة بيها ازاي، وشكل الاكل عامل ازاي فيها، اللي هو الفيجيتار بتاع العيش ده هيبقى عامل ازاي في الاخر. عايزه اقول لكم والله العظيم يا بنات، مش باين ان هو عيش خالص، كانك عاملاه بالبقسماط وطعمه تحفه. بصوا هنا انا كنت متبله كبده شرايح اللي هي بتتعمل بانيه، توم وبصل وتوم مفروم وبصل مفروم، تمام، وفلفل اسمر وكمون وكزبره ومكعب مرقه، بقلب كل الكبده فيه، وبعد كده سيبها تتبل حاجه بسيطه، وبعد كده ابدا ان انا اعملها بالفيجيتار اللي احنا لسه عاملينه مع بعض دلوقتي. ده طبعا كيس انا كنت عاملاه من الاول، تمام. فلما جربت التجربة بس ما كنتش صورته، فلما عجبتني التجربة ونجحت معايا قلت خلاص هعمل ايه، هعمله تاني معاكم بس ايه بالتفاصيل. فبوريكم بقى شوية، هحطهم بقى على بعض، هقلب القديم مع الجديد واحطهم بقى في علبة او في كيس واحطهم في التلاجة، ما تسيبوش بره، ما تسيبش في الحر دوت، ولا فيجيتار ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجة ولا بقوليات بره، بره التلاجة، كله في التلاجة. بصوا هنا بقى يا بنات، دي اخر وصفة عملتها بيه من فترة، يعني من قيمة اسبوع مثلا كده. عملت ايه، طبعا سلقت مكرونه سباكيتي، وكان عندي صلصه جاهزه معموله بالبصل او بالثوم زي ما بتحبي. عملت ايه، كان عندي حوالي 5 قطع من البانيه، رحت بقى ايه فرماهم، كانوا متبلين طبعا، وحطاهم في علبه وحطاهم في الفريزر. فطلعتهم فك، وقلت بدل ما اعمل 5 حتت بانيه ويطلعوا قليلين، لا، مع ان مش قليلين، لو كل واحد اخد قطعه مع طبق المكرونه زي الفل، بس قلت ايه علشان اكتر الكميه وكده. قلت هعمل ايه، حطيت فرمت الفراخ بالتوابل اللي فيها، بالمية البصل، بالبصل، بكل حاجة، بالثوم، بالبهارات اللي عليها، ورحت حطيت عليها معلقتين من الفيجيتار اللي انتوا شايفينه اللي انا عملته ده، معلقتين بس، ماشي، مع شوية نشا. وحطيت بصلاية تاني عليهم، بصلاية فرمتها حطيتها عليهم، بس هي دي كل الاضافات. ورحت فرماهم في الكبه مع بعض. بعد كده عملتهم اقراص، دخلتهم الفريزر يتشمعوا الاقراص دي، وطلعتهم زي نظام البفتيك بالظبط. رحت مطلعاهم عاملاهم في الفيجيتار يا بنات، بدون بقسماط وبدون زبادي وبدون بيض، بدون بيض ولا ما حطيتش ولا بيض ولا زبادي ولا اي حاجه عليهم. هو القطع البانيه اللي انا عملتها، او البانيه الكداب ده، ورحت ايه، طبعا هو مش كداب قوي لانه معمول بفراخ، والفراخ ما شاء الله نسبة الفرخ عالية، لان انا حاطه يعتبر معلقتين مثلا فيجيتار على معلقة نشا، تمام. وطبعا كنت مكوره الكور بتاعه البانيه ده، وحاطه جواها جبنه موزاريلا، حاطه جواها جبنه موزاريلا، بس في قطع فيها وفي قطع ما اتبقلهاش جبنه موزاريلا، تمام. في القطعه دي من ضمن القطع اللي متبقي لها جبنه موزاريلا، عايزه وقلت اقسمها لكم، طبعا كانت سخنه جدا، قلت اقسمها لكم واوريكم الحشوه من جوه عامله ازاي، وشفتوا لونه عامل ازاي، تحفه يا بنات، تحفه بجد والله، جربوه هيعجبكم. وبوريكم اي وصفه
بكل صدق وامانه جربي من ورايا وما تقلقيش لو حاجه فشلت معايا، وفي حاجات كتيره فشلت معايا على القناه من الوصفات، وقلت في قلب الفيديو مرضتش ان انا ما صوروش، لا صورت الحاجه ونزلتها لكم وقلت لكم ده ما تعملوهوش وده تعملوه كده. فمنتهى الامانه والصدق ده ما شاء الله الفيجيتار ده تحفه.